السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم فيديو جديد. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. عاملين إيه؟ يا رب تكونوا بخير. فيديو جديد. تعالوا نجرب كيكة الذرة من هي بتاعت ماي واي. الصراحة هي طعمها تحفة ما شاء الله، يعني طعمها حلو. تعالوا ندخل في المقادير بتاعتها. هما مكتوب في العلبة من ورا يعني 3 بيضات و3/4 كوباية لبن. يعني حطي نص كوباية أو كوباية إلا ربع، وحطي معلقتين سمن. هم كاتبين نص زيت، انا حطيت سمن. وتحطي الكوب كله. ده احسن للناس اللي هي لسه جديده بقى، عروسه بقى جديده داخله جديد، تعملها وصفه جديده كده الصبح وكده. اما احنا كأمهات لاولادنا بقى الصبح اللانش بوكس هنزل لكم كيكات بتتعمل رهيبه جدا باذن الله، وبسيطه وسهله، احسن من انت بتشتريها من بره. بس يعني ما فيش حاجه ان احنا نجرب. بالذات كيكه الذره دي كان نفسي اجربها، ويعني جربتها طعمها طلع فعلا حلو. لو البيض الكبير هتحطي بيضتين بس، هتحطيهم تضربيهم على ايدك، تمام. وتحطي معاك اللبن، وتحطي معاها معلقتين السمن، وتدهني من تحت القاع اللي هو بتاع الحلة، اللي هي القاع اللي هي ايه، سمن بس. وهتحطيها وتدخليها الفرن، تكوني مشغله الفرن. انا ما عنديش درجة حرارة يعني معينة، بشغل من تحت الاول وبعد كده من فوق، تمام. يعني لحد ما الحروف بتاعتها حمرت، نروح مشغله فوق وفوق، وخلاص على كده. في ناس بتقول اول ما بتطلع على طول اول ما بتخلص تستني عليها شويه في الفرن. انا اول ما بتخلص وخلاص بختبرها، بدخل السكينه في النص زي امهاتنا بتوع زمان، وبعد كده يا ستي اول ما بتطلع السكينه فاضيه خلاص تمام، وبتطلعيها. انا امي الله يرحمها كانت بتعمل بالمقادير، يعني ما عندهاش ان هي 3 بيضات و4 بيضات والكلام ده، عشان احنا كنا عيله ما شاء الله. فيعني كانت بتعمل ب15 بيضه، بال20 بيضه، كلام زي كده يعني، تضربهم على ايديها، تمام. يعني ما كانش فيه بتاع ده ولا مضرب كهربائي ولا بتاع، كان عندها بس ما كانش بتستخدمه. الناس اللي بتاعت قدام دول الله يرحمهم ويحسن اليهم يا رب. ادعوا لامي وعمي ومرة عمي بالرحمه، ربنا يرحمهم ويجعل قبرهم روضه من رياض الجنه، ولا يجعله حفره من حفر النار. ملناش بعد امنا شيء، وبالذات الحما لما اكون كويسه. حماتي هي مرة عمي، بس ربنا يجازيها كل خير. وعمي ده انا مشوفتش حد زيه صراحه، بطيبته طيب جدا، من الناس اللي رحلوا يعني. ربنا يرحمهم جميعا يا رب، ربنا يصبرنا على فراقهم. بصوا الكيكه هندخلوها الفرن. بصوا والله يا جماعه زي العسل، روعه روعه. ممكن تحطيها في صينيه اصغر من كده تطلع اعلى من كده معاكي، بس ربنا يحسن ما بين ايدينا. هنزلكم الكيكات اللي انا عاملاها، كيكه بطاطا وكيكه حاجات كتير قوي كنت عاملاها. اترككم في رعايه الله وامنه، والسلام عليكم ورحمه الله.